النهارده هنعمل لكم القشطوطه اللي هي بتتباع بمبلغ وقدره بره. هنعملها لكم في البيت، المكونات كلها موجوده، هي كيكه عاديه خالص، شويه مكونات صغيره كده هم اللي بنحطهم عليها تبقى القشطوطه. خليكم معايا. انا هنا حطيت 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، وحطيت كوبايه سكر وخفقتهم لغايه ما بقوا عاملين لغايه ما السكر ده فيها وتضاعفت كده مع بعضها والسكر ده فيها لحد ما تضاعف كده. طبعا 3 بيضات لسه ما يظبطوش لما بيتحطوا مع السكر، وفضلت اعمل كده لغايه ما الكميه تتضاعف كده ولونها يفتحها كده. وحطيت معلقه صغيره خل. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط الزيت، نص كوبايه زيت، معايا هنا كمان معايا هنا كوبايه لبن اهي مغليه. حطوها المكون على طول كده، ما تقلقوش، بالراحه كده، وهنفك لغايه ما يتجانسوا مع بعض. اهو غاليينها ميه، هي كوبايه لبن مغليه. بسم الله. كده خلصنا المضرب عشان نحتاجه في حاجه. هنجيب بقى المكون الاساسي اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم. دول كوبايتين دقيق منخولين، نخلوه كويس قوي، وبعدين بنعملوا الكيكه بالمضرب الكهربائي، بيديها شاشه اكتر من الخلاط، ويخلي المناسك بتاعتها كده يعني المسام بتاعتها ضيقه، ما تبقاش مفتوحه قوي كده، بتبقى ملمومه على بعضها وهشه كده. معانا دلوقتي دول كوبايتين دقيق، خدت منهم معلقتين هرميين قوي كده، شلتهم وحطيت بدلهم معلقتين نشا هرميين، وحطيت ذره ملح، وحطيت الكيس بيكنج باودر. ماشي. طبعا هنا مع البيض حطينا الفانيليا. هنحط بقى حبه حبه، مش هنحط دقيق مره واحده، حبه حبه ونقلب. بسم الله الرحمن الرحيم عشان ما نضيعش الهواء منه. هفضل بقى اعمله كده لغايه ما اخلص، وبعد كده اوريه لكم. بص يا حبايبي، هنا خفقتها بعد ما حطيت الدقيق على 3 مراحل. اهو المهم انا استعملت دوت عشان يقلب حلو، عشان يدوب الدقيق معايا كويس اهو. ما نخليش ونعمل من فوق لتحت كده، حاجه هنا كده السكر من فوق لتحت كده عشان ما يبقاش ما نضيعش الهواء منه. هنعمل ايه بقى؟ اخر مكون معانا ديت عصرة ليمونة عشان تخلي الخليط ابيض، وتخليها هشة كده وتخليها بيضة من جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. عملها لكم قبل كده مرة برضو على القناة بتاعتي بالليمون كده برضو. نكون احنا طبعا مسخنين الفرن على درجة حرارة 200 من تحت بس. لو عندك فرن انت بالغاز هيبقى مثلا لو هو تحت وفوق هنعمل تحت، لو تحت بس هيبقى هو تحت. وبعد كده لو لقيناها لسه ما خدتش لون من فوق بعد ما تستوي من تحت نولع الشوايه. هنا دلوقتي طبعا بطلنا جبنا الصينيه اللي هنحط فيها، احنا عايزينها تبقى كيكه رقيقه، سمكها مش عايزينها عاليه، فاخترت انا الصينيه دي عشان تبقى سمكها رقيق كده. طبعا حطينا دهننا سمنه وبطلناها بالدقيق. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. عملنا بقى بشوكة بمعلقة بسكينة كده عشان نضيع الهواء منها. كده نظبطها كده، يعني كده نوديها بقى على الفرن. خليكم معايا لغاية ما نخلصها خالص. بصوا يا حبايبي، هنا الكيكة بعد ما خلصت اهي. احنا قلنا احنا عايزين السمك بتاعها يبقى رقيق، لان طبعا دي الصينية كبيرة وده كوبايتين 2 بس. دلوقتي هنسقيها باللبن. معانا كيلو لبن ودرجة حرارة الغرفة بعد
غلي طبعا، غليناه وسبناه يبرد بدرجة حرارة الغرفة. وبعد ما طلعت سبتها تبرد عشان ما ينفعش نسقيها وهي سخنة تعجن. وخرمتها كده بالخلة، خروم في سكوب اهي الخلة. وبعدين هسقيها بقى باللبن قدامكم اهو. بعدين نشوف هنعمل ايه بعد كده الخطوة بتاعتنا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونسقي كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هي القشطوطة دي بتبقى كلها لبن يعني بقى. لبن سمين شوية وقشطته بحاله كده. هنحط الكيلو هي تشربه ان شاء الله. هي لازم تبقى فيها لبن كده، تبقى كلها لبن. هي دلوقتي حبة كده وتشرب. هنسيبها بقى تشربه. بعد كده نشوف الخطوة اللي جاية. خليكم معايا، ما تنسونيش ولايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وصلى الله يا جماعة، صلى الله على سيدنا محمد كده في الكومنتات. اللهم صل وسلم عليك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان ناخد أجرنا وانت. لو المحتوى بتاعي عجبكم واستفدتوا منه بحاجة ما تنسونيش ولايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. الخطوة الجاية بقى هوريها. بص يا حبيبي بقى، هنا هنحط الكريم جانتيه اهو. دول كيسين كريم جانتيه. لو انت عندك السايب هتحط كوباية معاه ربع كوباية سكر لو هو خام من غير سكر. لكن اللي هو جاهز دوت بيبقى بالسكر. حطيت عليهم معلقتين بودرة كاستر وخفقتهم بمية ساقعة انهم متلجة. هفردهم بقى عليها اهوت كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بعد كده هنشوف هنعمل ايه. احنا هنعملها بالمانجا. معايا مانجا انا مجففاها. نقطعها قطع ونحطها عليها، او تجيبوا مانجا وتقطعوها قطع وتحطوها عليها. هفردها بقى، وبعد ما افردها اقول لكم عشان الفيديو ما يطولش عليكم. بص يا حبايبي، هنا بعد ما عملتها هي اتفردت عليها طبعا احنا بعد ما شربت اللبن خالص، هي شربت اللبن خالص وبعد كده بعد ما شربت اللبن احنا حطينا عليها الكريم جانتيه. معايا هنا المانجا اهي هنحطها كده. نقول بسم الله ونوزعها عليها كده. طبعا اللبن مبقاش عليه سكر ولا اي حاجة. نوزع بقى عليها المانجا كده. بصوا يا حبايبي، هنا بقى احنا هنقطعها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اهي طرية خالص اهي. شربت كل السوائل اللي فيها، عاملة زي البسبوسة اهي. جربوها بقى وقولوا لي رأيكم ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو، جربوها وقولوا لي رأيكم ايه. متنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.